يا صباح الفل على عيونكم يا اغلى واجمل متابعين في الدنيا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض سلطه البابا غنوج او سلطه الباذنجان. ما شاء الله تحفه تحفه زي ما انتوا شايفينها كده. بصي بقى بتتاكل جنب اي مشاوي، بس ما شاء الله بتتاكل لوحدها جميله جدا. انا كده عندي بتنجانه زي ما انتوا شايفينها كده. البتنجانه دي طريه جدا وحلوه قوي. يعني بتبقى من جوه كده عامله زي الملبن. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. شويتها بقى معاكم زي ما انتوا شايفينها كده، وهبتدي بقى ان انا اقشرها. وبعد ما نقشرها هنشوف هنعمل البتنجانه الجميله دي ازاي. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين بعد ما قشرتها. طبعا انا هقطعها عندي بالسكينه، مش عايزه ان انا هرسها قوي او اضربها في الكبه. لا، انا عايزاها يكون فيها قطع كده. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. البتنجانه بيضه وقلبها ابيض كده من جوه. ما شاء الله حلو قوي. بعد كده بقى هقطعها كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هديها هرسة بسيطة خالص بالشوكة. وبكده تمام بقى زي ما انتوا شايفينها. البتنجانة بقت جاهزة معايا. هنيجي بقى على الاضافات اللي هنحطها. حط عليها نص معلقة من الثوم المهروس. وبعد كده احط عليها بقى فلفل مفروم ناعم زي ما انتوا شايفين كده. ممكن فلفل حامي على بارد، مفيش اي مشكلة خالص. بعد كده بقى نزلت عليها برشة من الفلفل الاسود ورشة من الكمون المطحون ومعلقتين من الخل ونص عصير ليمونة بالشكل ده. وهنقلب كله مع بعضه بالطريقة دي. ما شاء الله حلوة جدا. وبعد كده نزلت عليهم برشة من الملح. واحط عليهم بقى زي رشة كده بسيطة خالص من الكزبرة الخضراء او البقدونس الاخضر. ما شاء الله بتوديها في حتة تانية خالص. يعني سلطة البتنجان بتبقى جميلة جدا. وبعد كده هنزل عليهم بقى ب3 معالق من الطحينة بتخليها طعمها تحفة. وهقلب كله كده مع بعضه بالشكل ده. وبكده تمام بقت جاهزة معايا. هنزل عليها بقى بمعلقتين كده من الزيت على الوش كده بالشكل ده. وهديها بقى كده على الوش رشة بسيطة خالص من البابريكا بتخلي لها طعم حلو جدا وتخلي لها لون جميل قوي. اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بقت جاهزة معايا وسهلة وبسيطة. وممكن تاكليها جنب فراخ مشوية، كفتة مشوية، اي صلاة، اي حاجة مشوية عندك. وما شاء الله بتتاكل كده لوحدها بتبقى جميلة جدا. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتعملي لايك عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.